مع جينواز المحلات بدون محسن وأسرار نجاحها. هنا عندنا 6 حبات بيض، فصلنا الصفر على البياض. نطلع بياض البيض تاعي مع 120 غرام سكر، يعني رايحة نخدم مورينغ. نضرب بياض البيض تاعي مليح مليح، ونزيد له قرصة تاع الملح. بعد ما يتكاثف لي مليح ويكون رغوة متماسكة، في هاد اللحظة نبدا نضيف السكر، سكر عادي، نبدا نضيفه على دفعات. كي نضيف السكر ضربه واحده راح تخلي لا موغانك تاعي يطيح لي غابيدمون. مي كي نضيف السكر شويه بشويه هذا حيخليها شاده روحها مليح. وعلاش طلعت بياض البيض هنايا موغانك؟ ما خلطتش هذاك السكر مع صفار البيض. كي درت بياض البيض موغانك، هنا حنخلي بياض البيض تاعي يحافظ لي على الكثافه تاعو وما يطيحليش بالخف، عكس لو كان نروح نخليه بياض البيض وحده ونبدا ندخله في المكونات هذوك الثقال، راح يتفشلي بالخف. مي هنايا دوك تلاحظوا معايا بلي كي نبدا ندخل لاموغينغ في المكونات هادوما راح يكون شاد روحو ويعطي لي الوقت والطوع اني نخلط مليح. وتان لاموغينغ تعطي قوام من نفس القوام تاع المحلات في لاجينواز الورقه. هنا واش درت؟ عندي هادوك صفار تاع البيض، زدت معاهم 120 غرام خليط بين